السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي عاملها مخصوص عشان اتكلم فيها عن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز. رمضان صبحي خلص القضية بتاعته وخرج لينا من اول وجديد. الحمد لله على السلامة كابتن رمضان صبحي. رمضان صبحي يا جماعة رجع لنا من اول وجديد ورجع يتمرن تاني، ولسه شايفه النهارده في التمرين. بسم الله ما شاء الله بيتمرن كويس، عامل فورمه كويسه. ستايله حلو. راجع فايق. انا متاكد ان هو هيعمل شغل جامد قوي الايام اللي جايه. كلنا كنا عارفين ان هو محطوط في مشكله كبيره. ايه هي المشكله بالظبط؟ انا مش عايز اتكلم فيها لان انا ما بحبش اتكلم في الحاجات اللي زي دي، ولكن انا عامل الحلقه دي انا عشان اكلمك واقول لك ان كابتن رمضان صبحي نجم النادي الاهلي ونجم بيراميدز ونجم منتخب مصر رجع لنا من اول وجديد. انا على المستوى الشخصي بصراحه بحب رمضان صبحي. رمضان صبحي ان شاء الله هيرجع هيكسر الدنيا زي ما قلت، ونفسي اشوف بقى في منتخب مصر. انا نفسي اشوف كابتن رمضان في منتخب مصر. لاعب حريف يا جماعه، لاعب حريف ومهاري، وانا بحب اتفرج عليه بقى وهو بيرقص وبيقلب وبيموج وبيجيب الكرة كده وبيجيبها كده. المنتخب عندنا عايز واحد حريف زي ده، ومعاه هيثم حسن طبعا ومحمد صلاح امام عاشور، ناس جامده. اللعبه دي بتعرف تلعب كوره بجد. فانا مبسوط قوي ان رمضان رجع يتمرن تاني وهيكون متواجد معانا ان شاء الله. فربنا يوفقك يا رمضانه، لان انا بحبك اصلا. انا بحبك بصراحه، يعني انت لاعب كوره كبير. معلش انت اتحطيت في مشاكل صعبه، الحمد لله ربنا كرمك وخرجت منها. لسه عندك 28 سنه قدامك شويه حلوين هتلعبهم. وبعدين انت مش اي حد كمان، انت راجل جاب دوري ابطال افريقيا مع بيراميدز، يعني انجاز جامد. ان شاء الله هتلعب في كاس العالم للانديه وهتقلب الدنيا وهتثبت للناس ان انت راجل حريف جدا. وربنا يوفقك ان شاء الله وهتاخدوا الدوري مع بيراميدز. وعايز اشوفك في احسن مستوى وفي احسن حال، وتمتعنا كده بكورتك كده وبحرفنتك وبجمالك. الحلقه دي انا مش هتكلم فيها كتير، اتكلم بس في تفاصيل بسيطه كده ومعينه وصغيره. وان شاء الله نشوف كابتن رمضان صبحي قلب الدنيا زي زمان، وهيكون متواجد في المنتخب ويعمل لنا شغل حلو قوي. ربنا يوفقك واشوفك في احسن حال. وكده حلقتي خلصت معاكم، وان شاء الله اشوفكم الحلقه اللي جايه.